النهارده ان شاء الله في 5 دقايق هنعمل التورته القمر دي. يعني مش هقول لكم، هي احلى من محلات الحلواني فعلا وبجد ومش كلام. وهنقول كل التفاصيل وهنقول ممكن نجيب حاجاتنا منين. اولا دي تورته شوكولاته، يعني هي كلها شوكليت، ما رضيتش ان انا اعمل لكم نص ونص عشان خاطر ما تبقاش متعبه عليكم. مبدئيا احنا هنجيب نص كيلو سبونج جاهز ونعمله، وهنستغنى عن اي دقيق عادي خالص عشان ممكن ما يظبطش معانا. ده شكل دريم الباكت الجاهز اللي ممكن تلاقيه في اي سوبر ماركت كبير، عشان تريحي دماغك وتشتريه على بعضه كده. وهتحطي عليه 6 بيضة، هتحطي عليه نص كوباية مية وحبة فانيليا. انا مبدئيا هنا العجان بتاعي كنت خلطة فيه قبليها سبونج فانيليا، فقلت مش مشكلة، فحطيت على طول السبونج بتاعي واشتغلت. عملت نص كيلو سبونج. انا كان بالنسبه لي شارياه من مستلزمات الحلواني دريم. لو ما لقيتهوش او مش هتقدري توصلي لمستلزمات الحلواني، يبقى هتجيبيه من السوبر ماركت زي ما قلتلك، وادي شكل العبوه بتاعته. النص كيلو انا خبزت بعد ما عجنته في العجان لمدة 10 دقايق او بمضرب البيض. بعد ما حطيت عليه نص كوباية مية و6 بيضة وفانيليا، حطيته في الصينية مقاس 28، دخلته الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 من غير مروحة من غير شواية. سبته لمدة ساعة الا ربع. عمل معايا الصينية اللي انتوا شفتوها دي، عملت معايا 3 طبقات محترمين، قطعتهم بالمنشار على درجة 9. ما عندكيش منشار ممكن تقطعي بالسكينة، مفيش مشكلة. حشيتهم بكريم شانتيه مضروب ومحطوط عليه معلقة كاكاو. سقيت بكاكاو او نسكويك او اي، يعني ممكن لبن متحلي بسكر. كاكاو عادي خام متحليه بسكر. وسقيتهم بيه. حطيت في الحشوة الأولى كريسب صغير، وحطيت جناش شوكولاتة أو صوص شوكولاتة. ممكن لو انتي مش هتعرفي تعملي جناش شوكولاتة، هتشتريه صوص جاهز من بره من عند السوبر ماركت وتحطي منه. والتانية كانت صوص كراميل وقطعة من المكسرات المتكرملة. الحشوة دي خفيفة وظريفة وطعمها حلو، ومش متعبة قوي بالنسبة لك لو حبيتي ان انتي تنفذيها. حطيتها وانا بحطها في الصينيه، كنت مبطناها بمشمع زي ما انتم شايفين كده. ممكن استرتش، ممكن كيس نايلون، اي حاجه متوفره عندك، بحيث ان انت لما تيجي تحطيها في التلاجة 6 ساعات تتماسك كده وتبقى حلوه، والطبقات مع بعضها هي والكريم شانتيه. وما تيجي تقلبيها عشان تزوقيها تبقى سهله عليكي. وتيجي بقى لما تقلبيها تطلع معاكي بمنتهى البساطه، اول ما ترفعي الصينيه وتشيلي الكيس من عليها. هنا انا حطيتها فاكيوم او شريط فاكيوم، ده مش بيتاكل، شريط بلاستيكي. بنجيبه من عند المستلزمات الحلوانيه. وبنلفه من بره زي ما انتوا شفتوا كده، وبشريط ساتين وبربطها. دي ابسط طريقه وابسط طريقه ممكن اي حد يعمل بيها تورته من غير ما يتعب نفسه في التزيين كتير. انا هنا عملت خطوط من جناش الشوكولاته او زبدات من جناش الشوكولاته. ممكن نستغنى عنها لو احنا حابين، ونحط الصوصات كلها جنب بعض. وبعد كده نحاول ان احنا نخلط الصوصات كده باي عصاية شيش طاووق. هيبقى شكلها حلو. جناش الشوكولاته يا جماعه هو ربع كيلو شوكولاته خام، اي نوع انت بتحبيه. هتحطي عليه نص كوبايه ميه سخنه، هتحطي عليه 3 4 معالق زيت، وهتدوبيهم على حمام دافئ، يعني حمام ميه دافيه. او هتدخليهم في الميكرويف وتطلعيهم وتقلبيهم كل 10 ثواني. هيبقى معاكي جناش شوكولاته. هتسيبيه يبرد لمده نص ساعه او ساعه. خلاص بقى عندك جناش، ممكن تعملي منه روزيتات. او ان انت تستخدميه هو لسه سايل شويه، تعملي منه حشوه. تعملي منه طبقه كده بدل الصوص بتاع الشوكولاته اللي احنا حطيناه زي ما انت عايزه. انا هنا استخدمت كندر سما. بطعم الكندر، يعني شوكولاته بطعم الكندر. استخدمت نوتيلا سما، استخدمت لوتس سما، استخدمت صوص شوكولاته كان عندي ماجيك. وحطيتهم زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت كريسب بسيط وحطيت حاجات بسيطه. منتج في النهاية شكله حلو، طعمه جميل، سهل جدا، في أقل من 5 دقايق شرحناه مع بعضينا. بس في تنفيذه ممكن ياخد معاكي ان انتي تخبزي الكيك في ساعة، وان انتي تزينيه في نص ساعة. والسلام عليكم، واسمع ارائكم بقى.